النهارده على العلف للفراخ او للسمان. معانا يا حبايب قلبي قشور برتقال، ومعايا توم، ومعايا طماطم، ومعايا بنجر. 4 مكونات موجودين اهمت، فرمتهم في الكبه زي ما انتم شايفين حضراتكم، وهضيفهم للطيور عشان يبقى معانا حديد وكالسيوم وفيتامين سي ومضاد حيوي. يعني خلطه شامله حاجات كتير جدا جدا. البرتقال فيه فيتامين سي ورافع مناعه كويس جدا جدا، والثوم مضاد حيوي ورافع مناعه، والبنجر زي ما انتم عارفين كالسيوم وحديد ورافع مناعه برده في نفس الوقت. معانا ايه تاني؟ والطماطم رافع مناعه ومضاد سموم، وبيرفع الوزن بتاعه الطيور بتاعتنا، وبيقتل اي ميكروب في جسم الطير. يعني الطماطم حلوه جدا جدا لاي طيور عندك عايزه تنشطي المناعه بتاعتهم وتمنع عنهم اي حاجه، اي ميكروب يدخل الجسم بتاعهم. حطي طماطم وفلفل على طول باستمرار للطيور بتاعتك، مش هيعمل معاهم مش هيأثر في اي حاجه، ولا هيأثر في مصروف بيتك، بل ان هو يوفر عليكي حاجات كتير 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 جدا جدا، انك تشتري ادويه او تلجئي لاي حاجات تانية. الطماطم والفلفل زي ما قلت لكم كويسين جدا جدا، مضاد سموم ومنشط عامل الكبد ورافع مناعه ومطهر